هل حلق اللحية معصية للرسول صلى الله عليه وسلم ويعاقب عليها؟ حلق اللحية معصية للرسول صلى الله عليه وسلم وخروج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع لسنة المجوس والمشركين. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المجوس خالف المشركين وفروا اللحى وحفوا الشوارب. فقال عليه الصلاة والسلام: خالف المشركين خالف المجوس، وبين وجه المخالفة في قوله: وفروا اللحى وحفوا الشوارب. ومن حلق لحيته فقد اتبع سبيل المجوس والمشركين، ومن حلق لحيته فقد خالف هدي الأنبياء والمرسلين، فإنهم عليهم الصلاة والسلام لهم لحى. ألم تسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى عن هارون أنه قال لموسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ألم يبلغكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية عظيمها؟ ثم إنه أي حالق اللحية مخالف للفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إعفاء اللحية من الفطرة، وعلى هذا فيكون حالق لحيته واقعا في هذه المحاذير الأربع: مخالفة هدي الأنبياء والمرسلين، موافقة هدي المجوس والمشركين، معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، مخالفة الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فعلى الذين ابتلاهم الله بذلك أن يتوبوا إلى الله تعالى بصدق وإخلاص، وأن لا يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.